باسم الشعب النتائج المحافظات موضوع المرحلة الأولى للشعب 2011-2012: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الفيوم، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر. إجمالي عدد الناخبين في كل هذه المحافظات 13,614,525. بيان بنتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات مجلس الشعب 2011-2012. أصل إجمالي الناخبين 18,831,129 من قاعدة بيانات الناخبين. بيان بنتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للانتخابات مجلس الشعب 2011-2012. أصل إجمالي الناخبين 14,039,300 من واقع قاعدة بيانات الناخبين. وقد ثبت للجنة بعد اعتمادها للنتائج التي أسفر عنها الاقتراع أن عدد الناخبين 50,996,746 ناخبا. اتفضل يا استاذ. ايوه. معالي المستشار الجليل عمر عبد العزيز، جريده الاسبوع. الانتخابات البرلمانيه التي تمت في شهر فبراير 11 الماضي كان عدد الناخبين 41 مليون، وبعد 6 شهور عدد الناخبين 51 مليون، يعني 10 مليون جزء ازاي في الفتره دي؟ أنا لا تسألني قاعدة بيانات يرجع فيها للبيانات اللي موجودة. هذا الكلام معلش يا أستاذة، هذا الكلام غير صحيح. قاعدة بيانات الناخبين بدأت ب50 مليون واحد من عشرة تقريبا. 41 مليون ده الرقم بتاع الاستفتاء، مش الرقم الخاص بالانتخابات البرلمانية. الانتخابات البرلمانية في 2011 50 مليون وواحد من عشرة.